ايه يلا افتح تصوير. فتحت. اخوان السلام عليكم. اخوان كثير اتصلوا بي ومراسلات يريدون يقولون شلون احنا نربط هاي الناريه، شلون نربط الناريه، المحرك الغاز، البلك شلون، الكويل شلون، حساس الكرينك. انا اليوم جبت لكم عده مجموعات، اكو ناس ما عندها هاي النوعيه. خلينا نبدي بهذا. شوفوا هسه هذا الكويل، هذا كويل، هذا نفس هذا عمله، لا تدوخون بي لا تحيرون بي، هذا عمله نفس هذا، وهذا نفسه، وهذا نفسه، وهذا نفسه، هذا كلها كويلات. هذا كويل، شوفوها، هذا كويل، هذا كويل مال 4 سلندر، ينطي 1 4 3 2 يعني شرارة. هاي التقسيمات مالتها، وبعد هاي الكويلات اكو هاي النوعية الكويلات. خلينا نبدا هسه بالكويلات لا تحيرون بي. هذا كويل، هذا كلها نفس الواجب، هذا كويل، هذا نفس الواجب، هذا كويل نفس الواجب، هذا كله هذا كويل. هذا كويل، هذا نفس الواجب. هذا الحار ماله الموجب يكون مستمر اللي هو بالوسط، ودائما دائرة التقطيع تصير بالاطراف. هذا هم مال 4 سلندر، ينطي 1 4 3 2 جدحة، نفس الجدحة، هذا ينطي نفس الجدحة. هذا هم يعتبر كويل، يعني كويل نفسه كويل، يقدر يشد المحرك بستمين او ال4 بساتم يشتغل. هسه انتهينا من الكويلات. هذا كويل مال اوبل، هذا كويل. هسه انتهينا من الكويلات، نجي على دوائر التقطيع. هسه هاي دائرة تقطيع مال دراجة مال يوماها 120، شوفوها، هذه دائرة تقطيع. هاي دائرة تقطيع مال كوريلا، تجي بالديلكو مال كوريلا بهذا الديلكو، يعني اللي ما متوفر عنده، يعني كل ناس ما متوفر عندها هاي النوعية. خلنا اشرح لكم عليها. هذه يجي بهاي الديلكو مال كوريلا، هاي تجي هاي نفسها عملها، هاي دائرة تقطيع. هاي مال بطة مال ونجي تويوتا، هم دائرة تقطيع. هاي الفوق هذه دائرة تقطيع، هاي دائرة تقطيع. اما الحساسات، هذا حساس، وهذا حساس، وهذا حساس، بعد وين وهذا حساس. هاي كلها نفس الوظيفة. الحساس شنو وظيفته داخله ملف ومغناطيس، من يمر اي معدن قريب عليه حديد يولد كهرباء من فولت الى 5 فولت اي سي، فينطي اشاره لدائره التقطيع، دائره الار بي ام. هاي هي تعتبر دائره التقطيع. هاي دائره التقطيع تقطع الناريه مال الكويل. هسه شوف راح اعلمكم على الربط مالها. خلينا نبدي بهاي الكروسيده. خلينا نشيل هذا خلينا نشيل نوخرهن على صفحه، ولا هو الميز هوسه مالي، بس هذا المكان الموجود. هسه نجي على هذا حار كويل، الموجب مال الكويل، هذا ننطيه من البطاريه موجب. وعندنا هنا جوزي، شوف هذا الجوزي، هذا هم موجب يربط ويا الكويل، ياخذ كهرباء من عند الكويل. اما السالب مالها تاخذ من الجسم مال السياره، او من السالب مال الكويل يعني بالارضيه. وهذا الاسود شوفوا يروح على السالب مالها، هو اللي يقطع الشراره، اما هذين الاثنين اللي بالاطراف، هذين حساس الكرينك، اللي هو هذا حساس الكرينك، حساس الكرينك. هذا الابيض ما لكم علاقه به، هذا مال ار بي ام، عدد فرات المحرك، عدد دورات المحرك. هذا انتم ما تحتاجونه هسه شوف راح اربط لكم. هسه انا عندي بطاريه، هذا السالب مال البطاريه، هذا السالب مال البطاريه جاي على البلك لازم نوصل له بارد ارضيه، يعني مو سالب، وسالب على الارضيه مال الكويل.
حتى توصل هاي دائرة الار بي ام توصل لها سالب. فهسه شوفوا راح نربط، هسه راح نغذيها. هذا سالب، هذا السالب. شوف السالب وين راح؟ على الارضية وعلى البلك، على الارضية وعلى البلك. اما انت بجسم المحرك ما تحتاج، لان هو اصلا جسم المحرك يعني هو سالب، كل جسم المحرك سالب. هذا ربطناه. وهذا الموجب، شوفوا الموجب هذا من البطارية وين جاي؟ جاي على الزائد، على الموجب مال الكويل. وبعدين ماخذ هذا الجوزي، ماخذ موجب مشترك، صار هسه الموجب مشترك. هذا بالاطراف الاثنين، هذا الاحمر والابيض حساس الكرينك. وهذا قلت لكم ترك، هذا مال الار بي ام، وهذا مال تقطيع الشرارة يروح على السالب مال الكويل، هو اللي يقطع الشرارة. شوف هسه ربطنا، راح نشغل. شوفوا النار، شوفوا هسه ربطنا النار. بعد ما نربط نعطي الكهرباء. راح يطول الفيديو بس تحملوا، هي العملية لازم هيك. شوف طلع الحساس. شوفوا شلون شرارة قوية هاي. شوف هذا الحساس يربط من يكون البستم صاعد بالقمة، يصير مقابله على الفلاوين، يصير فد قطعة بليت صغيرة تقريبا بحجم الأظفر، من تمر من عنده ينطي جدحة. والصعود البستم يكون بالقمة. البستم واحد مو مشكلة، بس أكثر من بستم واحد. البستم أول مرة ينزل هو اشتغال المحرك، ينزل يسحب وقود ويسحب هواء، من يصعد يكبس الهواء والوقود، يصعد درجة الحرارة مالته. فبالصعود أنت تخلي الجدحة تصير، بالصعود تصير الجدحة. هسه وصلت الفكرة. وهذا الحساس يصير، هذا الحساس نفس الواجب، وهذا الحساس يصير نفس الواجب، وهذا الحساس يصير نفس الواجب. يصير هذا مال اي بي اس، مال بريك مال سيارة، حساس بريك مال سيارة مال اي بي اس يصير. وبعد عندنا هذا مال دراجة يصير. ومثل ما قلت لكم هاي مال بطة موجودة، هاي بالسيارات اليابانية نفس هاي وظيفة هاي، نفس الوظيفة. وهاي تلقوها بالكوريلا، وهاي تلقوها بالكوريلا بسيارات الكوريلا، وهاي تلقوها هاي مال دراجة. تعرفون الربط مالها، هاي شارح عليها اني، ما يحتاج اشرح لكم عليها. وبعد عندي هاي، هاي النوعية، هاي تلقوها بالسيارات الصينية. هاي هم دائرة تقطيع تلقوها بالسيارات الصينية. يعني هو يفيد حتى للسيارات. يعني اكو سيارات بها مشاكل بالنارية، عنده بلاتين يريد يغيره يسوي ماغنيت، او ما يلقى لها ماغنيت بلادي، يقدر تفيد هاي بالسيارات تشتغل اعتيادي. يعني اي سيارة تقدر تحول الديلكو مالها وتسوي الكويل شو اسمه الكتروني، وتشغل عادي، يعني تشغل براحته. هذه يعني هاي النوعية. حتى اشوفكم هاي الربط مالها، خلنا نربط هاي نشوف نتأكد من عندها. هذا السالب، خلنا نجيب السالب. هذا السالب مالها وين؟ هذا اللي الاثنين طلعت منه، حساس الكرينك. شوف هاي حساس كرينك مال دراجة. وهذا السالب مالها، خلنا نعطيها سالب، هذا السالب راح غذيناها سالب. راح نغذيها موجب، الموجب. شوف راح نغذيها، راح ندمجها، نعطيها مشترك حار اللي هو الموجب هذا. شوفوا الأحمر مالها راح نربطه منه. شوف راح أيضا نغذي الكويل موجب،
شوف هسه صار بيه كويل، صار بيه موجب، صار بيه الموجب. خلنا نغير. هاي النوعية الأخرى، هاي النوعية الأخرى. واصل. ايه هسه واصل. شوفوا وصلت الفكرة. يعني ولو هو مقطع مقطعين ما يكفن هاي العملية. شوفوا هسه شلون، شوفوا هسه شلون. شوفوا هسه شلون هسه اشتغل. يعني هسه حورناها، تركنا مال الدراجة، هسه غيرنا خلينا مال سيارة، لأن نارية أكبر، نارية قوية مالته بعد مرة، متوفر بكل مكان. شوفوا متوفر بكل مكان. ولو هي هوسة المية صاير هوسة، بس هو هذا المكان موجود. وهذا مثل ما قلت لكم هذا نفس هاي العملية بخطين. واكو هاي النوعية اللي ما متوفر، هاي 4 خطوط بيها، واحد سالب وواحد موجب وواحد مال العقل مالك علاقة به، وواحد مال اللي يستلم الإشارة، يستلم الإشارة. خلوا أشوفكم هاي ما دام جت قدامي. هذا 220 هورن، 220 بس تقدر تحوره إن شاء الله بالمقطع الجاي. شوف تقدر تحوره تسويه 12 يعني عادي، تقدر تحوره تسويه تشغله على 12، شغله على 12. يعني ممكن واحد يحتاجه بدائرة 12 فولت، فيقدر يحوله من 220 لل 12 فولت. ان شاء الله المقطع الجاي راح اشوفكم شلون تحورونه، بس ما دام جا قدامي قلت اشوفكم اياه. فهسي هاي الفكرة، يعني ما عندي بعد اكثر من هذا. وهاي الكهرباء اللي تشوفونها، هاي الكهرباء اللي تشوفونها هاي من الدينامو ال 3 كيلو، الجنراتر 3 كيلو، جاي هسه انا اشتغل بيها. الجنراتر ال 3 كيلو. شوف كل الكهرباء هذه مشغلتني من الصبح للمغرب ببلاش، يعني تقريبا جاي اصرف 600 واط هيك. خلي هاي القلوبات الاحمر، طبعا هذا دمار للنظر، هذا الابيض هذا دمار للنظر. انا استعمل اكثر شيء هاي القلوبات الاحمر هاي القديم.